المنظر اللي انتوا شايفينه ده مش هتشوفوه في مكان غير في المطاعم العالميه، يا اما عندنا بس. بص التحفه دي، بص التحفه دي، بص المنظر ده، شايفين الجمال ده؟ نعمل كده، مولعه مولعه. ناخد قطعه كده كده، وعلى العسل، وفي قلبك. بس ايه، بيرفكت. هننزل اول حاجه بثلاث معالق سكر بني، وننزل بقى بحوالي 3 معالق كبار اكل من التوابل الستيك ايبيريان. لو مش متاحه ممكن نستخدم التوابل، هكتبها لكم في الكابشن. انا دي جبتها من محمود الفار. هننزل بخمس طبقات فويل، وفوقيهم ورقه زبده، ونجيب حته اللحمه بتاعتنا. القطعيه دي من الضلوع يا جماعه، بالعظمه بتاعتها، دي ضلعين على بعض، اللي هي الشورت ريبس. وننزل عليهم بحبه مستردة، وننزل بقى من خلطه التوابل اللي احنا عملناها مع بعض، نغطيها من كل حته، ما نسيبش حته باينه. وعلى الجنب التاني نفس الكلام، وننزل بخلطه التوابل بتاعتنا برضو. ننزل عليها من فوق الوش بورقه زبده تانية، ونقفل بقى ورق الفويل عليها كويس قوي. هي تمام كده. هندخلها بقى الفرن على الشبكه، ونسيبها حوالي 4 أو 6 ساعات بالكتير. الصوص بقى اللي هندهن بيه اللحمه بعد ما تخلص: حبه كاتشب، وحبه باربيكيو، وحبه بابريكا مدخنه، وطوط ميه صغير قوي. ده الصوص اللي هندهن بيه اللحمه بعد ما تخلص. هنعمل بقى الرز بتاعنا. هننزل بمعلقه سمنه في حله، وننزل عليهم بكوبايتين رز بسمتي مغسول ومنقوع. ننزل عليهم بعود قرفه، وكام واحده قرنفل، وحبه كركم، وحبه بابريكا مدخنه. وننزل بمعلقه ملح صغيره. بعد ما نحط الميه بتاعتنا، هننزل بحبه زعتر فريش، ونسويه زي تسويه الرز العادي. بقى اللحمه بتاعتنا بقى بعد 5 ساعات هنفتح عليها الفويل، ونخلي بالنا عشان ما نتلسعش. الحلاوه باينه عندكم. نجيب بقى من الصوص اللي نزل من اللحمه، ندهنها بيه. ونجيب بقى من الصوص اللي احنا عملناه مع بعض دوت، وندهن اللحمه بيه دهنه حلوه. ندخلها بقى الفرن وهي مكشوفه كده، نسيبها حوالي ربع ساعه تلت ساعه بالكتير على الشبكه برضو. نجيب بقى بولات للصوصات اللي هنغمس فيها اللحمه. عندنا بوله صغيره وهننزل فيها بحبه عسل، وبوله تانية نحط فيها حبه باربيكيو،